ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. هنا ارتورو فيدال عند الكرة والتسديد. الله 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 الله، روعة 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 هذا الهدف يا ارتورو يا فيدال. ماذا فعلت وبأي طريقة سجلت كرة؟ انتقادات على اللاعب راؤول دياز. هنا فرصة قائمة. ارتورو فيدال من جديد عاد مرة أخرى وسجل ثاني الأهداف. هي مباراته واليوم يومه. نعم ارتورو فيدال يسجل الهدف الثاني لمنطقة الجزاء. الكرة تأتي ويسجل. نعم أخيرا فيرمينو يسجل ويتقدم لمصلحة البرازيل كما فعل في شباك منتخب بوليفيا. يسجل الآن في شباك منتخب فنزويلا وفرحة للجهاز. يكون انفراد والتقدم الله جول. يارمتشوك يفاجئ الألمان في لايبزيغ ويسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأوكراني. أوكرانيا نعم تتقدم في ألمانيا في مدينة أربعة بأربعة. خلص الله. ساني ما يلاعب على الإطلاق. الفضل إلى هدف التعادل. المدافع المتقدم كوخ ينقلها، تحولت في الجول. ألمانيا تسجل الهدف الثاني. فيرنر يسجل الهدف الثاني ويسعد الحقيقة يواخيم لو مدرب المنتخب الألماني. الجهة اليمنى صح واللعبة صح. يا الله، جول ثالث لألمانيا. جول ثالث ملعوب لألمانيا. الألمان يتلاعبون ويقدمون عرض كرة. الاداء وادي عمام عبد الله واللمسه المره هذه. يا ولد الوجه تعالى قول لي تعالى. الوجه سجل امامنا. ادي الكره اتلعبت حلوه قوي من عبد الله السعيد، والوجه اللي مكمل يسجل اول اهدافه الدوليه في طبعا مرمى المنتخب التوجولي. لسه بنحكي المكسب ينسيك، وامامنا هو يعني بيتنفس الصعداء الجهاز الفني كابتن حسام البدري. اكيد طبعا سعيد بالهدف الاول. يسجل راي خطيرة جول كولوسيفسكي. نعم يفعل أخيرا كولوسيفسكي. انتظروا وترقبوا كولوسيفسكي. هو يظهر في الدقيقة 36 يفتتح باب التأهل. صوت مجموعة من لاعبي الأرسنال يرفع الكرة. جول. هدف ثاني عن طريق دانييلسون برأسية بديعة. نعم يضيف ثاني أهداف المنتخب السويدي. في هنا محاولة رفع الكرة الروج العرضية خطيرة. جول. أخيرا ينجح المنتخب الكرواتي في تقليص الفارق. أخيرا يأتي الهدف يا بيريشيتش. انتظرنا طويلا ردة فعل المنتخب الكرواتي. شوف ينطلق الان امبولو. محاولة خطيرة. والهدف 1-0. منتخب النادي سجل. فرولير يضع كرة باقتدار والشباك الاسبانية تعتز بلمسة سويسرية. لمسة رائعة جدا. منتخب النادي يضرب اسبانيول. اسبقية سويسرية بعد عمل. راموس يتقدم. راموس يضيع الماما ينصمر. يكتب اسم ابن حارس بتصدي تاريخي امام راموس.
جريزمان رابيو الهدف الاول لفرنسا عن طريق كونتي. الهدف الاول الفرنسي عن طريق كونتي. شوط الاهداف يبدا من هدف الاسمراني كونتي. يتغير الترتيب، يتغير الحساب. الان البرتغال 10 نقاط وفرنسا الى الفاينل فور بالنقطه 13. يلعب كرة والتصدي من دومينر، وثم بعدها سالم الدوسري يكمل على ما تبقى من تنفيذ ركلة الجزاء لينهي الكرة في شباك المنتخب الجامايكي، معلنة عن تقدم المنتخب السعودي بهدف أول. ممتازة سالم، المتابعة الثانية من سالم الدوسري. ميلر تعلق من أمام كرة سالم في المرة الأولى، لكن بعد ذلك متابعة سالم تسجل للمنتخب السعودي البطولات القارية والعالمية. هذه كرة المنتخب السعودي، محاولة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. صالح الشهري يضيف الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، التقدم بهدف آخر بعد كرة ممررة لصالح الشهري. تمركز كان رائع جدا من صالح الشهري في منطقة الجزاء، ثم استغلال الكرة رائع من صالح الشهري الذي أعاد اكتشافها الهلال مرة أخرى بعد انضمام الهلال. حضور كان ممتاز. سالم لعبد الله، وعبد الله يا سلام يا سلام، رسمة سعودية رائعة جدا. سالم لعبد الله الحمدان، وعبد الله لفراس البريكان، وهدف ثالث في غاية الروعة للمنتخب السعودي. ممتازة الكرة بين الثلاثي، تعامل رائع جدا مع هذه الكرة من الثلاثي عبد الله وسالم وفراس. ينتهي بهدف ثالث لمنتخبنا الوطني. 3 أهداف ممتازة للمنتخب السعودي. وسالم الدوسري على أرضية الملعب يعاني من كده بحطه عليه. انا بحط مقداري بالبركه صراحه، ما بحبش اعمل يعني اقول مقادير كده وهنتفها، زي ما محتاج بديله واقلب كده مع بعض. وطبعا حاطه جايبه فلفل حامي اهو، هحط منه شويه، مش هحط كله لانه حامي وهيحميه. هجيب بقى الخل واحط خل واوريكم كده يا حبايبي. انا حطيت على الزيتون ملح، دعفلته فيه هو كمان كده مع الدقه اللي انا حطيتها له، وهحط عليه كده يجي ايه نص ازازه الخل. ما تخافوش من الخل، الخل ماده حافظه ما بيعملش حاجه، بالعكس. تمام. وهقلب كده في الميه اللي هو فيها دي كده. هعمل ايه كمان؟ انا حطيت هنا على الميه بتاعتي دي ميه طبعا مغليه، وسبتها لما تبرد عشان ما يريمش، يعمل ريم على الوش. في يعني بيقول لك كل كوبايه ميه لها معلقه ملح. انا بصراحه بحطه بالبركه وبدوق. طب ما دوقي شوفي محتاج ملح، لا كده بيبقى كويس. انتي برضو دكتوره نفسك زي ما بيقولوا. هعمل ايه بعد كده؟ خلاص احنا كده يعتبر خلصنا. قشر الليمون ده انا هحطه على الوش.